هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني سمعت عن يوم القيامة اللي الناس بتخشاه؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه العذاب هيذلها ويكسرها، عاملة ناصبة تعبت في الدنيا من أعمالها المنيلة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. هيدخلوا النار ويتقلبوا فيها من كتر الغليان، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أكلهم هيبقى شوك مر وعمره ما يشبعهم، هو العذابهم وبس. حد عارف بقى الصورة دي بتتكلم عن مين؟ تعرف ان كلمة حب ما اتذكرتش في القرآن غير مرة واحدة بس، وفي علاقة محرمة اللي طلبتها زوجة العزيز من سيدنا يوسف، قد شغفها حبا. دي المرة الوحيدة اللي اتذكر فيها الحب، اتذكر في علاقة محرمة. لكن كل العلاقات المثالية اللي بين الرجل والمرأة ما توصفتش بالحب، اتوصفت بالمودة والرحمة. والمودة والرحمة أهم وأصعب بكتير من الحب. الحب أسهل منه مفيش، لكن المودة والرحمة عاوزين تفاهم وتعاطف وحنية، وكل حاجة صعبة. عشان كده انت تقدر تحب كذا واحد عادي، وتقدري تحبي كذا واحد عادي، لكن المودة والرحمة دي هتبقى لشخص واحد بس. معلومات عن النبي عليه الصلاة والسلام: النبي ما شافش والدته أبدا، وعاش ومات وعمره ما شاف البحر، واتجوز السيدة خديجة وهو عنده حاجة وعشرين سنة، وكانت ريحته أحلى من ريحة المسك، وكان أكتر حاجة بيحبها في العبادة الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان بينام على الحصير، وكانت القطة بتنام جنبه، ولو كان جعان ومفيش أكل كان بيحط حجر على بطنه. وبناته الأربعة ماتوا في حياته ما عدا فاطمة، اتوفت بعد منه، وساب الدنيا وما سابش دينارا ولا درهما، ومات ودرعه مرهون عند واحد يهودي مقابل الأكل. في آية في القرآن وراها سر مرعب. ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. عارف ايه هو الدخان المبين؟ لما قريش كفرت والرسول دعا عليهم فجاعوا، فمن شدة الجوع كانوا بيشوفوا السماء مليانة دخان. والعلماء قالوا ان الآية دي مش بس بتتكلم عن قريش، ده في نبوءة جاية. آخر الزمان الدخان ده هينزل ويغطي الأرض كلها ويدخل بيوت الناس، والمؤمن مش هيحس بيه، لكن الكافر والمنافق هيصرخ من شدة القلق. حديث كوني مرعب ربنا ذكره في القرآن ولسه مستنيين. تخيل ان الطاعة ممكن تدخلك النار، والمعصية ممكن تدخلك الجنة. طب ازاي الكلام ده؟ الطاعة لو جه بعدها تكبر وغرور وتعالي هتبقى سبب في دخولك النار، والمعصية لو جه بعدها ندم وتوبة واستغفار هتبقى سبب في دخولك الجنة. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عن التوبة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.